مرحبا يا جماعة، شلونكم؟ معكم الأخ تبعك مرة تانية من الرينج اختر رياكتور، حلقة جديدة. اليوم عنا ذا ديث نوت راوند 1 رعب فيرسس ياكوزا. الجولة انطلبت مني أكثر من مرة، لكن ما صار وقت مناسب إني صورها وأعمل الفيديو بالوقت اللي انطلبت مني. خلونا نبلش. كان عنا رعب أول شيء. اقسم لك بالله، اقسم لك بالله لربي فيك جيل بعد. يا ليلي راح يسألوني ليش حط ياكوزا. شحطه بس لأكسر عن شوارع. شاوت اوت لشوارع. شاوت اوت لشوارع. ديلو بيت. ما عم تتقدم انت غير ما بيركب غير عن ريب، عمرك ما حتشوف الفوز عم يدك. ما عم تتقدم انت جير، مو ماشي غير انا ري، يعني لورا قصده. ميني انا ري، لو صرت صعب الحكم راح تطلع اعدام محكوم، تضل طول عمرك محبط تعرف هي اخلاق معصوم. على الخاص تلحس لكريم طمعان بكرمه من هان، قال شوان بدي الغلط ليكو الفوز من هان. غبي وفوق اعاقته الذهنيه راح يطلع معطوب، انت بالشعر ما تعمر بيوت لو تكتب معطوب. فشلوه بريفو انت بالشعر ما تعمر بيوت لو تكتب معطوب. راح يطلع معطوب، انت بالشعر ما تعمر بيوت لو تكتب معطوب. فشلوه بريفو كتاب وجل عندي لينتحر، واليوم ماسح فيك الجدول حاقد فيهم بيعتبر. انا تخيرت انزل ضدك انت مجبر تسيرت، ياكوزا بغل ما تصير خيل اصيل قد ما تخيلت. قول ست بساسة بستك. سكيم الفروسية، ركوب الخيل والى اخره، واستخدام كمان كلمة الخيال وتخيلت والتخيل بالسكيم كانت حلوة. خلينا نسمع مرة تانية، بس الصوت كتير واطي ما بعرف ليش. انت مجبر تسيرت، ياكوزا بغل ما تصير خيل اصيل قد ما تخيلت. قول ست بساسة بست اكياس، كل بس بكيس سو شت تنداس بست قواس. كل بانشا وقيس هيت شب الراس قطعت انفاس، كارسة كل كبيس تضرب اخماس باسداس والوان قتلي تبيس. الاداء كان كتير غير مفعم بعد ما بالحيوية. صوبت عمارتي ما حتصيبني غير بالعين، شحطك برقبتي دين تحت الارض انا واصل غيم. رعب هاللعبة شيل العين تسبب دساتك لعين، لو في نقاط للاضعاف كان ياكوزا فاز. تمام، عم يقولوا انه انت كتير بتسب بدساتك. هذا الشيء صحيح، ياكوزا كتير بيستخدم، خلينا نقول بين قوسين، كلام بذيء. كان دس مباشر يعني، بيف، او ان كان تراك بالبطولة مثل ذا ديس نوت فرضا. فهذا السطر بمحله. ابنيك هاللعبة شيل العين تسبب دساتك لعين، لو في نقاط للاضعاف كان ياكوزا فازلين. ابنيك كتون فازلين تعلم كيف صد البنش، مسيرتك كلها دسات الريل الهادف صد النفس طالع من اصل العرب. كلم الريل الهادف صد النفس. كيف صد البنش، مسيرتك كلها دسات الريل الهادف صد النفس طالع من اصل العرب. كلمتين ما بتعرف تكتب طابع عوجهك فوزي، وكل ما تشوف المراية بتندق. شاهد مشهد خساتك ما تنسى تتعاطى، قاعد جاي شاطر تهدد ضدي ما تفادى الطلقات. فوز ما تصور لو بسناب انا مكمل هون وبالريفو بنص بحور شعري بغرقك، والهدف كان بالريو. عم يقول له انا مكمل بهي البطولة بالديس نوت، ومكمل كمان بالريفو اللي هي الريفولوشن، البطولة الثانية اللي مشارك فيها. حلو. عبر على البيتات انت شاتل ما بتعرف تعبر، مع الخرم عملته فلو على زبي بعمرك ما تغبر. بس تاكل اطراف الحديث بهالحالة وزنك حيزيد. خنازير انا نازل صيد هروبك مني ما حيفيد بيتش. هاتوا الخرا ياكوزا ضربك بدفتر على بوزك سمك عم بلمع. انا نيزك هيد شوت وانت بلا خوزة بشوه وجهك مع ميزك. تفكر بعقلك لا بطيزك لتعبر الجولة يلزم فيزا، تربح بس يسقط برج فيزا. المشكلة برعب هون، بغض النظر عن موضوع السكيلز، السكيمز، الليركس، الأداء دائما نفسه. ما في أي تطور بالأداء، ما في أي تطور، بمعنى ما في، خلينا نقول، رفع بمستوى الأداء يعني. كل الإيموشنز، كل الأحاسيس، كل المشاعر يلي ورا الليركس، اللي ورا الكلمات غير واضحة. فهذا الشيء أثر كتير سلبا على التراك كامل. ما عم حس بالشيء اللي بده إياه أو اللي بده يقوله رعب. بشيل الجدول وانت غير الهم ما تشيل. آمنت لما الرعب ضدك دمك يسيل. أيقنت انك رابر فاشل روح بديل. تحصنت ما ينفعك ما تربح حتى سؤال بس شو. يعني المشكلة هون صايرة انه رعب عم يأدي بهالطريقة. انت بتعرف اني انا اقوى منك، وانا بحكي لغة عربية اقوى منك. الليركس قوي، السكيمز حلوين الى اخره، لكن حرفيا هيك عم يشتغل.
طريقك لهلا وانت ميت يعني أنا مالي كتير وغرق مستمتع حبر من بصراحة. اول فيرس انا دافنك موت ودريل عصة قبر ثاني حد الشفرة عديم الشفا كأني لحكم بكسر عظم راح كرهك بلدي سمعت انه فوزك ضده للراب حلم مصوب عشوائي بغلط صبتك قدام عيوني ولا شفتك بعد الجولة بديسني شفتك اجزاء بشستك عكس قصتك لحالك ومعي ليركس اسطول رابك تقول خرم عبا بسطول راح علي ايري انت بس تدخل بحل افكاري وافكارك في فرق delivery طول كتير. رميت سي 4 فرقت الصفوف تطلع مع طابور ومحسوبك delivery يلي وحد فيه الصفوف غايبة. اكتر رابر اكل كفوف الراب حكمك لا مو الظروف شو زرعت اليوم بغض راح النظر عن تحصد ولا الليركس، زارع الليركس قلبك ممكن- بهالجولة الخوف ولا ما استمتعت مدمن بصراحة. قات وبتضرب عرق. اوكي انا ما عم بهيبك كلنا بنغلط بس الفرق بيني وبينك انك انت مذنب اخر بالذنب الرب حيبارك الجميع الا انت رفضت انزل لك بتحدي الاعتزال لسببين سلبي وايجابي السبب السلبي اني ما بتشرف انزل ضد واحد كان تلميذ عند ديمون وعض ايده وانك بعمرك ما حتكون ند الي والسبب الايجابي اللي بعطيك فرصة بركي تتغير وتكبر وتطور من حالك ما بدي اياك تعتزل اعطيتك فرصة فمتشابه مع كريم من ناحية الكرم مين قال شوان بخيلين بس جد بتمنى اشوف فيك تطور بعد 4 سنين من هلا حتى ما اندم اني ما قبلت تحدي الاعتزال تبعك وخليتك تعتزل وريحت العالم منك ومن قرفك وكانت كتير طويلة هون الأكابيلا، بغض النظر عن الشيء اللي انت عم تحكيه، بغض النظر عن الفحوى، بغض النظر عن المعنى، بغض النظر عن القوة بالليركس. على كتير طيب طويلة. اكتب تسجيل دخول الياكوزا ياكوزا اوفيسيال. ورب الكعبة ما بقت مثالك موملس من اول لاني بهاي الجولة ينفتح بكيبلس بمخ 1000 ميجا واط ينطلق بقلم انفض خرقك شق اللي انفتح فولس كوتس لما بيشتغل فولس كوتس ياكوزا حلوة، لكن هلا هو هذا الاسلوب تبعه. لكن صرت سامعها كتير اول مرة اول مرتين او 3 مرات سمعتها منه كانت كتير حلوة، بس بعدين مع التكرار صارت بايخة. مو بايخة بمعنى انه فعلا ما عاد فيها جمالية، وانما ما عاد انشديت اني اسمعها دائما لان عم بسمعها كل مرة. فبس هذا هو التعليق الوحيد حاليا. ضدي لما نزلت جدول انصعقت ايش اللي بترعب هو الزب اللي لما اشوفك يستعد لك احتراما لك ويسعد ديني لاني اول انسحبت كان ضدي واحد شروة قدره مسيك ولما عمك طلب مني اعتزال خد الطلب ضدك بتحوير رأفة مني جات لكن للآن تهاد وتقارن ايش فيك اقلب القلم شطرنج هندسة ياكوزا حلوة جميلة، لكن فيها كتير افكتس، فيها كتير ترانزيشنز. في ترانزيشنز هي النقلات يعني بين فقرة وفقرة او بين كلمة وكلمة. الافكتس اللي دائما بيستخدمهم ياكوزا بالهندسة بالميكسينج يعني، واخر شيء بالماسترينج تبع انه نحن بنعمل البيتش شيفتر او بنستخدم البيتش شيفتر عفوا. بكل ديس صارت متوقعة من ياكوزا، وهلا انا يعني لساتنا باول 20 ثانية من تراك ياكوزا انا صرت سامعها مرتين. كريم عساف اللي شادد ظهرك فيها بشرك من هذا المنبر كاوي فيه شامن بيف ومن دخانك مشعل فيك ناب اصب بركان لاني باركان الرام شرحك يو تيك ديس فوك واقول لك شب 5 مرات بيخلق 6 مرات ينصل ضدي اللي 7 فك مرات على درم سلكك ونايك اللي كابر 8 فيني مرات نازل كني الكل 9 مرات مقدس يعبد بالخفاء يا وفعلا الدس بمصلحتي لكن مصالح 10 بس 9 أو 10. أنا عديت 9 مرات 9 ترانزيشنز ورا بعض بفيرس واحد جدا سيئة. هذا الشيء ما بيخدم الهندسة، ما بيخدم الميكس، ما بيخدم الدليفري، ما بيخدم الليركس، ما بيخدم أي شيء غير شخص ما عنده ثقافة بهذا الموضوع. ومفكر إنه هذا الشيء جدا رائع، هذا الشيء جدا صعب انه الواحد يعمله، لكن هذا الشيء فعلا ما بيخدم التراك. هاي الترانزيشنز ده انت بتحكي فيها وتكون عم تحكي هاي حلوة، لكن بفيرس واحد انا هلا عديت 9 ترانزيشنز. انا ما عاد لاحظت الليركس على فكرة، وانا ما صرت عد الترانزيشنز. ولو كان الليركس قوي انا ممكن خلينا نقول بين قوسين بعرف انه ياكوزا بيكتب ليركس كتير حلو فرضا،
الاداء عنده كمان كتير حلو، لكن هاي الترانزيشنز بالميكس مزعجه لدرجه انه انا ما عاد بدي، ما عاد قدرت اني اسمع الكلمات الليركس. رقك وكلبي صح اعرفها من قبلك لحظة اسمك مع انه الهندسه حلوه. طالبي سحب عليه وبالع كسرة فتح كستو بي السبي لانه لبست شكله فك على مدار القطر استواء السب بالسبب لما طالع فيك كبرى خشم غطى الشنب لهيك طالع عملت كنك بنت ادري يتلخبط جوا بالع كف ما الومك الياكوزا هيك مرعب اللي حسه من عيونك نظارات تشبه وحدة الحزب صح اترك الليركس انقاط غني بورن 14 ترانزيشن طبعا كلنا 1400. عارفين انه كريم عساف بعد الجولة بينزل تراك حب يقول ياكوزا ليش تذكرنا لسن ابني فات ارميجك شباك ديك شباك حندر التسعات اني جاك رواق شكو كلام نيفتك على جدتك تلك انا ربت وقت راسك دقلك تنزل غبش خدد مسمعك. هون الهندسه كتير 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 سيئه، كتير سيئه، كتير سيئه، كتير سيئه، كتير سيئه، كتير سيئه، كتير سيئه. نيفتك على جدتك تلك انا ربت وقت راسك دقلك تنزل غبش خدد مسمعك. انت فقيه ما فهمت شو قويله حدك تنزل من فورميلا شت خبر اللي جاي عادي قولوا له يكون عكاك لا تخفي يا بيتش عمري شايف تفعل من الابوله كيف جابوا له. اوكي لذيذ، ما اختلفنا، شيء جديد انك عم تشتغل بهي الفلو بهي الدليفري، لكن مالي مستمتع ابدا ابدا ابدا. هي وجهة نظري انا شخصيا، هي خاصة فيني، الشيء اللي عم بحكيه انا خاص فيني انا. الواحد ياخذ الكلام اللي انا عم يحكيه ويقول ليك اسمع شو حكى، لا، وانما هذا رأيي الخاص انا فيني. ويلكم باك الياكو صايدك من اول دقة تقلب ماينس وماني ناقص فورتكس شاوت اوت. فايروس البس واقي لما ضاجها هاف مال عند الكار يا جمع قبلك دارها. ويت تحس بخلصنا؟ لا تونا بادين لك فحط فيك النخم بيقع على ايري خشمك فضيلة روح وتقلع اسحب سيفونك اردي وتفرقع لك طالع محامي وانا كشك وانا براس جواني بناس في ارتي ونسلت بابا ناس وقف هالديلة عمك اني نايكة من بعد صاخ لما جدد اسمع راب، انا جاي اعمل رياكشن لراب وشت بلاك رمة ورب الكعبة كني سكة وصاخ لما افصل حس اصحاب رمة مش عارف كيف ناس ضد بيور خبر عمك اني نايكة من بعد اكس بي فور حاسب شفقة ضده والحمرون جاي ضد شطح لما نيك احس بفرح لما انفضك بنشات واضح انك ما حسيت انه داخلك من اول لاين وانت ما اشتكيت يبي غبيبي فور. رح اوقف انا رح اوقف الرياكشن، ابدا مالي مستمتع. رعب عنده ليركس كتير حلو لكن الدليفري كان عادي جدا. ياكوزا الترانزيشنز عنده كتير سيئة، كانت كتير زيادة عن اللزوم الترانزيشنز. اذا ما عاد ركزت بالتراك نفسه ما عاد قدرت تركز بالشيء اللي عم يقوله، ان كان قوي او ان كان بشع، هذا الشيء تقييم اخر. لكن بعدين مقطع ماريو سوبر ماريو الهندسة كانت كتير سيئة، مختلفة جدا عن الهندسة بالبيت الأول. بعدين عنا الفولكلور الشعبي الشرقي العربي يلي وي يعني واي وانا يعني نيدم واي ليش هيك. ميامي شاوت اوت ميامي. والبيت الثالث شو كان بالبيت الثالث؟ ثواني شوي. كوسي كوميدي انه داخلك من اول لاين وانت ما اشتكيت يبي حبيبي فور بيكوسي كوميدي اني ما استمتعت ابدا بهذا الفيديو بصراحة. يعني الطرفين مشان ما حدا يقول هذا صاحبك هذا رفيقك لا، رعب وياكوزا قدموا جولة جدا بشعة بصراحة بنظري الخاص، برأيي الخاص، هاي وجهة نظري الخاصة فيني أنا. ما حدا مضطر، ما حدا لازم ياخد وجهة نظري ما بعرف شيء مقدس بالنهاية. هذا شيء خاص فيني أنا يا جماعة. ما استمتعت أبدا بهذا الفيديو، ما استمتعت أبدا بهاي الرياكشن. على كل حال كومنت، اكتبوا تعليق مين كان الأفضل برأيكم إن تابعتوها للبطولة كاملة.
اي اقتراحات ل رياكشنز جديده. اختر رياكتر حتركز حاليا على المشهورين بالسين، فاكتب اسم الرابر المفضل عندك لحتى اعمل له رياكشن. وبشوفكم بالحلقه الجايه. سلام.